السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. النهاردة ان شاء الله هنعمل نوع من الحلويات سهل جدا، ما فيهوش اي مقادير خالص. كل مقاديرنا اللي انتوا شايفينها عبارة عن كوباية مية وكوباية دقيق، فيها ذرة ملح وكيس الفانيليا ده، بس كده. وهنعمل احلى حلويات معانا هشة وخفيفة. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنا هنعمل السيرب. معايا هنا كوباية من السكر، وهحط عليها كوباية ونص من المية. خلاص، يبقى اول حاجة كده نعمل السيرب علشان نسيبه يبرد، لازم يكون هو بارد معانا. وادي نص كوباية من المية، وبعد كده هحط عليه معلقة عسل كلوكوز. هحط عليه معلقة عسل كلوكوز، والعسل الكلوكوز هنا معانا بيبقى حلو قوي في الوصفة. خلاص، انا مش هحط ليمون او ولا اي حاجة، هو كده العسل معانا هيبقى كويس. وهنحطه على النار قبل ما هنبتدي في الوصفة علشان يلحق يبرد. خلاص، هاجي هنا بقى في حلة، هنزل عليها بكوباية مية. هنزل عليها كده بكوباية مية، وهنزل عليها ب3 معالق كده من الزيت. هحط عليها كده 3 معالق من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها بكيس الفانيليا. يبقى كده كل المقادير معانا كده سهله، مفيهاش اي حاجه خالص. هنزل بالميه الاول، وبعد كده 3 معالق من الزيت وكيس الفانيليا، وهقلب كل ده معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. انا هنا خلاص العسل غلي معايا. بعد ما نحطه هنسيبه بقى يغلي حوالي 10 دقايق كده، وهنسيبه بقى يبرد. هنبتدي بقى هنعمل الوصفة اللي معانا. هنحط بقى الحلة كده على النار. اول ما تبتدي تغلي زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تبتدي تغلي معايا هروح نازلة عليها بكوباية الدقيق على طول. دي المية اللي انا حاطة فيها الزيت والفانيليا. خلاص، اول ما تغلي كده هروح نازلة على طول بكوباية الدقيق معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. هبتدي بقى في المرحلة دي هقلب على طول كده بسرعة. هفضل اقلب كده بسرعة على طول عشان الم العجينة كده معايا. هقلب على طول كده لحد ما الدقيق كله يختفي معايا. خلاص، هنبتدي نقلب كده على طول. اول ما الدقيق تلاقيه اختفى معاكي كده هيبقى خلاص. هنقلب فيها كده شوية لحد ما العجينة تلم معاكي. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى انزلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده اهو كده الدقيق كله لم معايا. هبتدي بقى هطفي النار عليها، وهبتدي كده هلمها بالمعلقة. ولازم تكون المعلقة اللي انت ماسكاها تكون خشب كده علشان تستحمل معاكي وانت بتقلبي. بعد ما خلصتها كده هجيب اي حاجة بقى هروح منزلة العجينة فيها زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها سهلة وبسيطة، مفيهاش اي حاجة خالص. هشيل بقى كل اللي في الحلة كده، وخلي بالك عشان هي طبعا سخنة. هنبتدي بقى طبعا هنعجنها، بس طبعا هي سخنة خالص. انا طبعا عشان لابسة الجوانتي مستحملة السخونية شوية، بس طبعا سيبيها تهدى. مش تسيبها تهدى خالص، يا دوبك ايديكي تتحملها، وهتبتدي تقعدي تعجني فيها تاني لحد ما العجينة معاكي تبقى ملسة وحلوة. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده هي العجينة سخنة معايا خالص. طبعا انت بالنسبة لك هتسيبها تهدى شوية، وهتبتدي هتعجني فيها كده لحد ما تلاقيها كلها اندمجت معاكي. عجينتها جميلة قوي وسهلة في التشكيل، ما فيهاش اي حاجة خالص. خلاص، انا بعد بقى ما عجنتها كده كويس زي ما انتوا شايفة كده اهي. بصي عجينتها جميلة جدا وسهلة وما فيهاش اي حاجة. بصي طرية وجميلة كده زي ما انت شايفاها كده، ما بتاخدش اي حاجة خالص. تعالي بقى نشكلها مع بعض. هجيب بقى كده المقصوصة اللي بطلع بيها من الزيت،
زي ما انتوا شايفين كده، او اي حاجه عايزه تزيني بيها هتعمل معاكي شكل اعملي بيها. بس انا لقيتها شكلها حلو كده. بصي هتروحي واخده حته من العجينه وفرداها كده زي ما انت شايفه كده. خلاص، وبعد كده هبتدي بقى هروح لماها كده من الجنب علشان تبقى من جوه كده مفرغه وتبقى حلوه معاكي اهي. بصي رسمتها كده، عطت رسمه حلوه، وهنروح مدورينها كده زي ما انت شايفه كده، واروح قافلاها كويس. خلاص، ادي الشكل اللي معانا. هنعمل كده مع بعض كمان واحده. بتاخدي حته، طبعا العجينه جميله جدا معاكي. العجينه دي طبعا ممكن تعملي بيها تستبدلي بدل ميه تعمليها باللبن، يعني برضو هتبقى حلوه معاكي باللبن. بس هو انا عاملاها عشان تبقى اقتصاديه، حلوه اقتصاديه كده، واي حد يعملها. خلاص، ممكن برضو في عسل السيرب تستغني عن عسل الجلوكوز وتحطي مكانه ليمونه. يعني اي حاجه موجوده عندك في البيت اعملي بيها. بصي الشكل جميل بتاعها ازاي. خلاص، لو وصلتي بقى معايا لحد هنا انزلي حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. اهو هروح كده عاملاها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اعملي اي رسمه انت عايزاها، يعني اي رسمه انت عايزاها اعمليها، شكلي زي ما انت عايزه، فبتبقى التشكيل بتاعها سهل جدا. وانت بتحطي العجينه ما تحاوليش تضغطي عليها قوي علشان ما تروحش تنزل من اليمه التانية. زي ما انت شايفه كده. انا هعمل بقيه الكميه كلها واوريها لكم. خلاص، انا كده بعد ما خلصتها، بصوا انا عملت الشكل ده، وعملت كده المدور منها الوردات دي. بصوا شكلها جميل ازاي. بصوا الوردات جميله. قولوا لي انهي شكل عجبكم كده، انزلوا في التعليقات كده اذكروا الله وقولوا لي انهي شكل عجبكم. بصوا دي جميله ازاي. عملت واحده مفروده وواحده كده رحت مدوروها. تعالوا بقى نقليها مع بعض. هنجيب بقى كده طاسه هنحط فيها زيت، بس نقيها صغيره شويه علشان يبقى الزيت غزير فيها. وهننزل بقى بالوردات اللي احنا عاملينها دي. وفي المرحله دي ما تقلبيش خالص لحد ما تنشف معاكي علشان الرسمه اللي انت عاملاها ما تبوظ. خلاص، زي ما انتوا شايفه كده. بعد بقى ما نشفت شويه هنبتدي بقى هنقلبها كده عادي. الرسمه بتاعتها كده جميله. وحاولي بقى تقفليها كويس عشان هي في واحده فتحت معانا هنا في الطاسه. اول ما تاخد اللون الذهبي ده معاكي طلعي على طول حطيها في السيرب اللي احنا عاملينه، وما تخليهاش تتحمر قوي علشان ما تمررش معاكي، يا دوبك تاخد اللون الذهبي وروحي مطلعها حاطه في السيرب على طول. او زي ما انتي شايفه كده طالعه هشه ومقرمشه وجميله. في المرحله دي بقى الزيت بيكون سخن قوي، فابتدي بقى وطي عليه النار شويه علشان ما تاخدش معاكي لون بسرعه وتستوي كويس. قلبيها كده كويس قوي. خلاص كده قلبيها في الشربات كويس، وعلى بال ما تشرب الشربات معاكي هتكون الحطه التانية خلصت. بصي ده كان الطبق كده معانا. معلش سامحوني المقطع الاخير ده اتقطع من الفيديو. الشكل بتاعها جميل وطالعه هشه ومقرمشه. اعملوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. وده كان الفيديو معانا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.